ينفع انك انت تبوس بوسة في نهار رمضان وانت صايم وكمان تاخد عليها حسنات؟ اصبر عليا شويتين وانا اقول لك ازاي. اوعى تتسرع وتقول ده جاي يبوظ الدين والكلام لا والله، انا جاي اكلمك بالدين وبالمنطق. اسمع مني. بمنتهى البساطة، انت كراجل بتيجي من شغلك او بتيجي من مدرستك او كليتك، تيجي تقعد في ساعة الصيام ممدد وقاعد مستني الفطار يتعمل. ومين اللي بيعمل الفطار؟ اللي بيعمل الفطار أنثى. الأنثى دي عادة بتبقى مين؟ يا أمك يا أختك يا زوجتك. والأنثى دي بتقف تشتغل وهي فرحانة، وفي الأول وفي الآخر بتاخد ثواب طبعا، لأنه إفطار صائم. هتقولي ما هي بتأكلنا وبتغدينا طول السنة. أيوة يا سيدي، أنا معاك، بس الموضوع مختلف شويتين. أقول لك ليه؟ لأن بمنتهى البساطة طول السنة هي بتبقى قادرة إن هي لو عطشانة تشرب بق مية، لو هي قاعدة جعانة هتنقنق وتاكل لها لقمتين. لكن دي واحدة قاعدة صايمة عمالة شغالة، عطشانة وحرانة ونار الصهد بتاع الفرن والبوتاجاز، ولا قادرة تشرب لها بق مية، ولا قادرة إن هي تسد جوعها بأي لقمة تكون هنية. لكنها في النهاية بتبقى بتعمل دوا وهي بصدر رحب وبتقول يا رب تقبل مني إفطار صائم. تخيل هي طول ال 30 يوم في الشهر شغالة بصدر رحب زي الفل، وسيادتك بتعمل إيه؟ بتيجي متعكنن شويتين، ما هو أصل حبة الشاي اللي كنت شاربهم خلاص راح مفعولهم، وابتدت دماغك تعكنن شويتين، وكل ما يقرب ميعاد المدفع وسيادتك تتزربن عليها شويتين. يا ترى النهارده احنا هنفطر ايه؟ انت لسه ما خلصتيش ولا ايه؟ ويا سلام لو انت قاعد على الفطار واتحطت سلطه ومفيش مخلل، ممكن تتبغدد. انت بتعملي فينا كده ليه؟ ده هو شهر في السنه، احنا مش هنفطر زي بقيه الناس ولا ايه؟ فين المخلل اللي قلت عليه؟ وتبتدي تاجي كلمتين كده وكلمتين كده وبتعدي الايام. فانت من الطبيعي انك انت تروح دلوقتي وانت صايم وتفتكر ان في غيرك قاعد لوحده وحيد، ربنا ما ادالوش النعمه اللي انت عايش فيها، لا الزوجه ولا الام ولا الاخت. في ناس قاعدين لو هم ما عملوش نفسهم الفطار ولا نزل جاب لنفسه لقمتين، والله ممكن يكسر صيامه على بق ميه وبلحتين وانتهى الموضوع. افتكر نعمة ربنا اللي ربنا اداها لك، خلالك الزوجة والأخت والأم اللي يرعوك وانت صايم ويعملوا لك الأكل دوه. يبقى من الطبيعي انك انت تروح وتطبطب عليها طبطبتين وتبوس راسها وايديها وتقول لها ربنا يبارك لك ويبقى في ميزان حسناتك وربنا يخليكي لينا. في الحالة دي انت جبرت بخاطرها وخففت عليها، وبقى بدل ما بتسمع منك مناقشة وكلمتين، لا بقت تسمع منك حنية ومعها بوسة على الإيد كمان. خلي بالكم، البوسة دي والله أعلم طبعا حلال، لأنك بتبوس الإيد اللي عملت لك الأكل اللي هي نعمة رب العالمين اداها لك عشان تعرف تعيش حياتك وانت مبسوط. وربنا يكرمني ويكرمكم ويبارك في كل ستاتنا ويجازيهم عننا خير، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم، تتمسوا العافية.